نروح سريعا للمؤتمر الصحفي لهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني. اللي احنا عايزينه ده ناخد 3 نقاط. Tal vez me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poco más de prevalecencia en el juego. كنت اتمنى ان احنا نمسك الكرة بشكل افضل او ننقل الكرة بشكل افضل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل المباراة. Pero bueno, sabíamos que esto era difícil, había jugadores de mucha calidad. كان الفريق المنافس فريق بجودة عالية جدا وعندهم لعيبة ممتازين. Y repito, lo que más me pone contento es que tuvimos esa paciencia de esperar. A veces انا اكتر حاجة بسطتني النهارده ان احنا كان عندنا الصبر وفي الوقت المناسب ان احنا نقدر نحرز الاهداف بتاعتنا. ese es el equilibrio que hay que tener. وده التوازن اللي انت محتاجه دايما في المباريات الكبيرة اللي زي دي. El segundo tiempo, bueno, الشوط hemos الثاني apostado un poco más al contragolpe. احنا راهنا شوية على الهجمة المرتدة. Tal vez cedimos un poquito el juego, el campo. احنا سيبنا لهم امتلاك الكرة، امتلاك نص الملعب عشان احنا نبدأ نلعب على الهجمة المرتدة ونستغل المساحات. Pero bueno, en definitiva hemos conseguido un segundo gol. No digo que dio la tranquilidad, pero وقدرنا الحمد لله نحرز الهدف الثاني اللي هو ما اقولش هدانا، لا على العكس. ya dejaba un adversario con muy poco tiempo para que pueda ضغطنا على الفريق المنافس وسيبنا له وقت قليل عشان يقدر يعوض الفرق الهدفين. والحمد لله ان احنا قدرنا نحصل على النتيجة اللي احنا كلنا كنا عايزينها والثلاث نقاط. بناخد أسئلة، اتفضل. الصف الأول. طبعا بنهني مستر كوبر طبعا وبنحييه على المباراه النهارده والفوز. احنا لو كنا خسرنا وكنا تعادلنا كنا نفضل ننتقد فيه، لازم نديه حقه. يعني مستر كوبر عايز يشوف المنتخب بعد سنه من توليه المهمه، شايف المنتخب ازاي تحديدا النهارده قدام غانا. ¿Cómo se ve la selección después casi un año y 9 meses contra un rival fuerte como Ghana? ¿Cómo el resumen de nuestro equipo? En definitiva, yo veo un equipo fundamentalmente que cree en lo que hace. اعتقد الفريق بتاعنا مقتنع بشكل كبير بالفكره اللي احنا بنحاول نوصلها له. Creer se hace a través del convencimiento. ان هو يكون مقتنع، يؤمن في مقدرته في احراز الاهداف اللي احنا بنقولها له. Y los pocos días que tenemos para trabajar, والوقت القليل اللي احنا بنشتغل فيه معاهم قبل اي مباراه intentamos aprovecharlo al بنحاول máximo. على قد ما نقدر احنا نستغل الوقت ده بالشكل الكافي والمناسب ان احنا نقدر نوصل لهم افكارنا. A mí siempre me gusta hablar de la palabra equipo. Para armar un equipo وعلشان خاطر انك تكون فريق يقدر يكسب hay que tener muy buena predisposición. لازم تكون عندك مجموعه من اللاعبين او اشخاص مستعدين متاهبين ينفذوا يحبوا بعض. Todos tienen que estar convencidos en el objetivo لازم común. كل الناس بتكون مقتنعه بالهدف الاسمى بتاعنا كلنا كفريق. Y eso es lo que me llena de satisfacción. وهو ده اللي خلاني اكون سعيد جدا بالمباراه. Ahora, sabemos perfectamente que mantener todo eso es muy difícil. عارفين كويس قوي انك انت تحافظ على نفس الاداء والروح اللي موجوده في النهارده في الملعب، لازم دايما تغذيها كل يوم، كل وقت، كل معسكر. Todos los días, كل يوم. aunque no tengamos al jugador. حتى لو اللعيبه مش موجوده معانا لازم دايما تشتغل على افكارهم دايما. Y tenemos que ser corazón abierto. لازم نكون دايما بقلب مفتوح مع اللاعبين ومع الاعلام مع كل الناس. ايه الافضل لبلد زي مصر للمنتخب؟ حتى القرارات اللي احنا بناخدها هو ده المجهود والتضحيه اللي احنا بنطلبها الناس كلها من البلد كلها، والجد اللعيبه تستاهل النهارده المكسب ده. A question from the Ghanaian side بس من غانا. Yes. I trust you can speak some English. Is it possible? Can you speak some English? Yeah, but we have lots of time. Yeah, no, but coach can speak some English. Okay. So I pray he addresses it. Okay, the second question will just translate, not now. The second one, my friend. Coach speaks some English. No, he doesn't speak English. He doesn't speak English. Sorry, my friend. Sorry. Okay, my question is, yes. Ghana has won this game. It's the second victory in the group. It gives him 6 points. Undoubtedly, Ghana is his closest challenger in this campaign. If he leads Ghana by 5 points with 4 games to play, does he feel that Egypt cannot let this one go? ¿Usted cree que ya después de pasar con 5 puntos a la selección de Ghana ya estamos más cerca para clasificarse y Ghana ya está más o menos fuera del juego? Bueno, si yo creyera eso, no sería entrenador. اقول بالعربي وحضرتك تقول بالانجلش. اوكي لو انا هو طبعا السؤال الاول ان هو انت بتؤمن ان في فرق 5 نقط خلاص بينك وبين غانا اللي طلعت بره اللعب خلاص، فهو مستر كوبر بيقول لا، لو هو افتكر كده وامن على ده يبقى هو مش مدرب محترف. This is not correct because Hay 12 puntos en juego. Hay 12 puntos en juego. في 12 نقطة لسه في اللعب. There is still pending 12 points in the game, and we still have another 4 matches. And we believe that. How much advantage for us or for you? For the Egyptian team?
As he said, we still have the game is still have there is 12 points pending, so it's still pending. Yeah. Excuse me. يعني نقوم احنا حضرتك ولا لا؟ ما ينفعش نخش واحنا موجودين. اتفضل اسئله على حاجه. اتفضل. First of all اولا نشكر ربنا ونشكر الجماهير المصريه ونشكر حظنا ان في ضربه الجزاء الحكم كان قريب من اللعبه، ولو كان بعيد كان ممكن الدنيا تتغير. لكن الباصات الكتير الغلط حوالي 26 باصه عملها الفريق المصري خطا، ودي اثرت. سؤالي ان كان عندنا ميس باص كتير، باصات كتير خطا حوالي 26 في الشوط الاولاني، وده بتدل على قله التدريب في التمرينات على هذه الباصات. والفريق الغاني كان عنده مهاره كتير، اعتقد ان ما فيش حد كان يتوقع ان مستواهم عالي بهذه الدرجه، ولكن كان بسبب سوء مستوى بعض لاعبينا. فانا ارجو ان احنا نعالج هذه النقطه وهيعمل ايه في المرحله الجايه. شكرا. Bueno, lo dije en el inicio, ¿no? Que me hubiera gustado que el juego hubiese sido mejor. حضرتك كنا نتمنى ان يكون الاداء احسن من كده. انا حتى بدايه كلامي وضحت الكلام ده. De todas maneras, es verdad que hemos fallado algunos pases. كان في باصات خاطئه. Falta de entrenamiento. لكن نقص تدريب. No sé si usted ve todos los entrenamientos. ما اعرفش حضرتك بتشوف كل التمارين بتاعتنا ولا حضرتك بتحضر كل التمارين؟ Pero hay cosas que se entrenan. في حاجات بتتمرن عليها في حاجات ينفع تتمرن عليها وحاجات لا. Es verdad, en algún partido uno no juegue todo lo bien que nos gustaría. أنا عارف إن في ناس ممكن ما تعجبهاش الأداء. Lo que entendemos el fútbol o creemos لكن اللي احنا بنؤمن فيه كفريق sabemos que en un partido de fútbol hay un في montón de المباريات factores. في عوامل كتير جدا وحاجات ممكن تحصل خلال المباراة. Ahora, que el equipo haya fallado en pases no quiere لكن decir que haya الفريق jugado mal. ارتكب بعض الأخطاء في الباس، لكن ده مش معناه إن هو لعب وحش. Ahora, delante estaba Ghana, ¿no? أنت بتلاعب برضه منافس قوي جدا زي منتخب غانا. Es un muy buen equipo. اوكي شكرا. هنستعد المدرب المنتخب الغاني. كنا في بس وبالفعل انتهى المؤتمر الصحفي. هيكتور كوبر واضح ان خلاص هيكتور كوبر عنده حالة ارتياح كبيرة بعد ضغط كبير جدا الحقيقة كان عايشه الفترة اللي فاتت زي ما قالوا